الزمالك متصدر الدوري ونهائي الكونفدرالية. اي نعم، انا لعبت يمكن من اوحش الماتشات اللي لعبتها النهارده. عملت حساب كبير قوي لبلوزداد بطريقة غريبة. انا كنتش عايز اعمل الحساب ده. انا كل لاعب ماسك الكرة هو عايز ينيم الماتش، ينيمه. انا عايز انيم الماتش يا جماعة، مش ضغطش عليا رخبش ابصي. كل واحد عامل كده. بلوزداد دي لو فرقة تقيلة، فرقة تقيلة اقصاها جولين تلاتة، دول المهدي سليمان او زود الخسران دلوقتي. لان انا عملت حساب للفرقه، حساب كبير. انا عامل لها طبعا حساب، بس ليه عامل لها حساب كبير قوي؟ ده اللي ضايقني. هو ماتش الذهاب، هو لعبوا على الاطراف، لعبوا على الحته الفراغ اللي بين عمر جابر ومحمد اسماعيل، نفس الحاجه. بس الحمد لله موتت الماتش وقتلت الريتم وصعدت. دي اهم حاجه. هو الكابتن معتمد جمال هو مش عايز يلعب لانه خايف. هو انا اكيد وانا معاه في ضغط جمهور. انت طلعت من البطوله دي بقى تلاقي بقى كله بقى بيضغط ومش عارف ايه، وانت وقعت من البطوله وليه ومش ليه، وهيبقى يعني محنه، هيحصل زلزال حرفيا. فهو معتمد جمال بيعمل اللي مطلوب منه من الماتش. انت عايز نصعد، خلاص هصعد لك. ده اللي بيعمله. نور المهدي انا بجد كنت خلاص خسرت. مهدي يكمل، عواد ياخد دايما، ما عنديش مانع، بس مهدي يكمل. لانه بجد هو اللي انقذني وانقذني في كذا ماتش. هو الزاوي لعب، هو البطل. الزاوي هو البطل دلوقتي. فكك من ماتش الصعود، انت صعدت للنهائي الحمد لله والشكر لله يا رب الحمد لله. ماتش الذهاب هيبقى يوم 9 وماتش الاياب هيبقى يوم 16. هيبقى بقى انت عندك بقى انت الاياب في القاهره، ودي حاجه يعني حسن الحمد لله لينا يعني. فدي يعني تقدر انك تعمل حاجه. اتحاد العاصمه او اولمبيك اسفي، مع ان برشح اتحاد العاصمه اللي هتصعد. فرقتين في المتوسط، عندك الناس دي في ال 14 15 الدوري منه يعني. دي حاجه اخاف منها برضو، ان عندهم ما عندهمش غير البطوله دي يحاربوا عليها. بس انت برضو تقدر تحاول انك تاخد البطوله. بس انت عندك اهم حاجه في الدنيا، الدوري. ده اهم حاجه في الدنيا. عندك انت حرفيا ماتشين جايين، انت لو كسبتهم انت 90% الدوري ليك. لو كسبتهم، او ممكن 100% حرفيا. لو كسبت الدوري، لو كسبت الماتشين دولت، بيراميدز وانبي، كسبتهم انت كسبت الدوري. مش ببالغ. انت كسبت بيراميدز. بيراميدز هيبقى الفرق بينك وبينه 5 نقط. الفرق بينك وبينه حاليا نقطتين، 3 نقط، 5 نقط. الاهلي 5 نقط. باشا في النقطتين، انت 5 نقط و5 نقط. بيراميدز هيلاعب الاهلي وانت هتلاعب انبي. كسبت انبي لسه في ستيل 5 نقط. الاهلي كسب بيراميدز 8 نقط. 8 نقط فرق. يعني خلاص هو طلع بره، خلاص بقى كونفدراليه، وانت خلاص 100% دخلت دوري ابطال افريقيا. طب لو الاهلي بقى هو اللي خسر، في 8 نقط برضه. طب الاثنين لو اتعادلوا، انت خلاص بقى، انت كده كسبت خلاص، هتدخل البطوله اساسا. بعديها الماتش الثالث انا ببقى حاسس ان عندي ثقه في ماتش الاهلي ده، بس ماتش بيراميدز ما عنديش اي ثقه. لان انا لو خسرته، انا الخساره هتجر حاجات كتير قوي. يعني اتعادلت، بس التعادل بطعم المكسب، تعادل بطعم ان انا صعدت خلاص، صعدت نهائي البطوله. بس انت قدامك بقى بيراميدز، الفريق التقيل اللي هو ما عندوش اي بطوله ومستنيك. وحته التعادل قدام المصري دي، هو خلاص هو يعني هتلاقيه بيشد معاك، لان انت الامل الوحيد ان هو يصعد دوري ابطال افريقيا. ما عندي انا، ده اهم ماتش. انت فرق بينك وبينه نقطتين، لو كسبك ركب الدوري. انت لازم تكسبه، لازم اجباري. لازم تكسب. تتعادل بس لازم تكسب. تكسب، تستنى نتيجه الاهلي وبيراميدز، خلاص تكسبت الدوري. ده اهم ماتش. بس انا عايز اتكلم ان معتمد جمال، انا مش عايز
يحصل كده تاني في حته ان انا لازم اقتل الماتش لما انا اكون عايز منه التعادل او الخساره، او انا كسبان مثلا في الماتش فلازم اقتل الماتش. لان انت الغلطه بالفوره كلها. انت خلاص انت قدامك 5 ماتشات دوري، 5 ماتشات دوري، الفوره الغلطه فيهم تخسرك الدوري كله. المكسب 1-2 خلاص، انت خلاص انت الدوري ليك، انت الدوري ليك خلاص. انا اللي قلت في اول الموسم ولحد دلوقتي بقول ان انا كل اللي انا عايزه دوري ابطال افريقيا. خد دوري ابطال افريقيا يا صاحبي، خد دوري ابطال افريقيا خلاص، انا تمام. انا اهم حاجه ده عندي بطوله دوري ابطال افريقيا ان انا اخشها، ده اهم حاجه عندي. لكن الدوري والكونفدراليه انا محارب عليهم لحد دلوقتي ولازم اخدهم. لان انا الوحيد اللي استاهل اخد البطولتين دولت. حته ان بيراميدز لما خسر طلع بطوله افريقيا خلاص هو اتدمر. يوسيتش باين عليه قوي ان هو خلاص مفلس تكتيكيا. الاهلي زي ما انت شايف يعني ده يعني بكسب بالعافيه قدام سموحه، وسموحه تستاهل المكسب واليوم ضربه جزاء، وسيراميكا زي ما انت شايف برضه وبيضغطوا لحد دلوقتي. الاهلي عايز يخرج الدوري بره لحته الفني، لحته الضغط، لحته بصوا بقى زي ما انت قافل على الفرقه، لا انا هفتح لك على الفرقه وبصوا بقى احنا ايه مش عارف ايه، احنا ضامنين الصعود، احنا مش عارف ايه، احنا كنا ضامنين الصعود حرفيا. انا اي زملكاوي كنت بشوفه بحس ان هو مش قلقان خالص، مش قلقان من سيناريوهات الزمالك اللي احنا بنشوفها دايما. لكن الحمد لله والشكر لله يا رب. وتعالى نخش يا شباب على فقره تقييمات. مات سليمان 10 من 10 100%. عمر جابر 0. يا رب ارحمني يا رب. مع ان انقذنا في كوره ممكن اقول واحد او اتنين. محمد سعيد اديله 5 بيلعب في النص. حسام عبد المجيد اديله انا بالنسبه لي 10 من 10، انقذنا في كذا كوره وجامد. بنتايج برضه يلعب في النص كده اديله 6. محمد شحاته اديله 7. عبد الله السعيد بالنسبه لي 7 برضه. احمد فتوح اديله 7. بزيرة 3. عضي الدباغ اديله 5 بالجول اللي اتلغى يعني. خد نظام مش لازمه بس يعني ايه يعني الحمد لله. مع اني انا مش عارف ليه مش لحد دلوقتي مش مقتنع ضربة الجزاء. لان انا شفت اللاعب الجزائري عامل دي كده يعني او مطول ايده. فحرفيا لما شفت الصوره لقيت ان ايده معديه جسمه عضيه الدباغ. انا ما بفهمش، انا مش فاهم، انا ما بقولش اكش يعني ان هي ضرب ان هي جون، بس انا حاسسها جون مش عارف ليه، وجهه نظري. لكن اديله 5 او 4. ناصر منسي اديله 4. واتمنى ان هو ما يأننش في كل كوره. بص هو جاب جون عالمي في المصري ودي حاجه انا اتمناها، وانا حتى كده قلت رسك براحتك بس في ماتش زي الماتشات العاديه. رسك براحتك يا باشا، ما عنديش اي مانع، بس رسك براحتك يكون كسبان. لكن انا لما الاقي ان هو جسمه مش معدول وجسمه اللي يكون عادل لو يباصى وما يباصيش، دي حاجه وحشه قوي، وحشه قوي. ليه؟ ما انا فاهم بس ليه برضو انت برضو مهاجم جامد انا عارف والله، بس لازم يكون جسمك معدول. حتى انت كنت في نص الماتش نوعا ما جسمك معدول بتاع الجون التالت على المصري نوعا ما. بس لا انت كنت حرفيا لافف بطريقه غريبه، لعبت ضغطت كويس قوي. وعلى فكره انت من احد الاسباب ان انا اكسب ان انا اتعادل الماتش ده ما تاخدش فيها جون، من احد الاسباب ناصر منسي الحمد لله عدى. شيكو بنزا بالكره اللي انا شفتها في الركنيه اديله 2. ده اقل حاجه يعني او نص يعني. واحد صاحبي قبل كده محمد اسمه قال لي نص ده ياخد نص على الكره اللي عملها دي. والباقي اللعيبه لا تقيم يعني محمد ابراهيم او احمد ربيع او ادم الكيد لا يقيم، ما شفتش منهم حاجه يعني اقيمهم عليها. واتمنى يا جماعه فوز الزمالك على بيراميدز، ده اهم ماتش، ده ماتش الدوري، ده ماتش الدوري. ومتنساش الشباب اللايك الاشتراك الصعب.